الكلام النهارده بقى عن ايه؟ الكلام النهارده وفيديو النهارده مهم جدا جدا. هنتكلم فيه عن حاجات كتير جدا. اولها ان احنا ازاي نحفظ الاكل في التلاجة او في الفريزر، وايه هي مدة صلاحية الاكل في التلاجة وفي الفريزر، يعني الاتنين مع بعض. هل ينفع ان انا اخزن الاكل في اكياس التخزين اللي هي العادية الشفافة، ولا ممكن الأكياس اللي بيبقى مكتوب عليها من بره بس دي، ولا ايه بالظبط وايه الضرر؟ وهل ان انا احفظ الاكل داخل الاناء اللي انا بطهيه فيه داخل التلاجة، ولا افرغه بالظبط؟ وايه المكان الانسب لحفظ الخضار داخل التلاجة؟ وكام المدة الزمنية اللي ممكن احفظ بيها الخضار داخل التلاجة؟ وكمان الخضروات الورقية ازاي احافظ عليها اطول فترة ممكنة؟ والسبب العلمي في ان البتنجان بيسود لما باجي اعمله؟ ايه السبب العلمي في سواد البتنجان لما باجي اقطعه؟ وكمان سواد البطاطس، وكمان سواد الموز والتفاح كمان. ده كله هنتكلم عنه النهاردة، لان في حاجات او مصطلحات عندنا او مدركات بتكون معلومات خاطئة جدا، واحنا للأسف فاهمينها غلط. وكمان في معلومة مهمة جدا جدا، ليه احنا لما بنقلب كوباية الشاي بتطلع رغوة كده على وش الشاي؟ وهل الرغوة دي لازم ان انا اتخلص منها واشيلها ولا ما اشيلهاش؟ وهل الرغوة دي صحية ولا مش صحية؟ وايه فايدتها بالظبط؟ وكمان حاجة برضو مهمة، ازاي احفظ اللحوم والفراخ داخل التلاجة؟ وهل ان انا احفظ اللحمة داخل التلاجة لفترة قد ايه بالظبط، او صلاحية قد ايه بالظبط؟ وهل ان انا اطلعها من التلاجة على الحل على طول، ولا اسيبها تفك؟ ده كله هنتكلم عنه النهاردة بالتفصيل. بس اتمنى ان انتوا تشوفوا الفيديو من البداية للنهاية، علشان الفيديو النهاردة فيه كمية معلومات رهيبة جدا جدا. انا ما قلتش في الوقت في الاول كده احنا هنتكلم عن ايه، لان احنا بصراحة هنتكلم عن حاجات كتير جدا جدا. وكمان هنتكلم عن ينفع ان احنا نستخدم اكياس او زجاجات الحاجة الساقعة في المية، زي ما بنشوف ناس كتير جدا في بقى المدارس وفي البيوت بيستخدموها كده بعد ما يشربوها في حفظ المية. هل ده صحي ولا غير صحي؟ وكمان اكياس التلاجة او اكياس التخزين، هل هي صحية ولا غير صحية؟ وايه الانسب للتخزين؟ وكمان التوم بتاعنا، هل هو بيحتفظ بالقيمة الغذائية بتاعته لما بنحفظه بالتفريز ولا لا؟ بصوا، كنز معلومات الفيديو ده، كنز معلومات. اوعي يفوتك، وحرام عليك ان انت ما تسمعهوش او ما تشيرهوش لكل حبايبك علشان الكل يستفيد، لان احنا كستات بيوت كلنا محتاجين المعلومات دي في حياتنا وفي بيوتنا، فلازم نشيرها لكل الناس علشان يكون في استفادة. يلا بينا كده نتوكل على الله ونبدأ الفيديو. تحبوا نبدأ بإيه؟ أول حاجة هنتكلم عن الحاجات اللي ممكن نحفظها بالتبريد وبالتجميد. في عندنا حاجات لازم نحفظها في التبريد في داخل التلاجة، وحاجات ما ينفعش نحفظها داخل التلاجة، لازم نحفظها في الفريزر على طول. تعالوا بينا كده واحدة واحدة ندخل على أول حاجة. تحبوا نتكلم عن إيه؟ تعالوا نتكلم عن اللحوم. احنا دلوقتي لو جايبين لحمة من الجزار، واللحمة دي المفروض ان احنا هنطبخها دلوقتي حالا حالا حالا، لازم على طول ان انا ادخل واطبخها فورا. طب انا بقى دلوقتي لسه هدخل وهغير هدومي، او ان انا هرص حاجات جايباها من السوبر ماركت او اي حاجة من الحاجات دي، كلها المفروض ان انا احفظها في الفريزر على طول، لان كده كده اللحوم بتنمو عليها بكتيريا. واحنا عارفين ان البكتيريا دي انواع زي البني ادمين بالظبط، في بكتيريا بتنمو في درجة حرارة منخفضة، وفي بكتيريا بتنمو في درجة حرارة عالية. يعني في بكتيريا بتنمو على الاكل وهو داخل التلاجة، زي العفن اللي بنشوفه على البرطمانات بتاعة الصلصة والحاجات دي كلها لو سبناها لفترة طويلة في التلاجة واخدنا منها، او كمان العيش. وفي كمان ميكروبات بتنمو على الحاجات وهي داخل الفريزر، لان في ميكروبات ببساطة بتنمو على درجة حرارة منخفضة جدا. هنعمل ايه؟ زي ما قلتلك، تجيب اللحمة من الجزار تشتريها اخر حاجة، وتيجي على طول تستخدميها في الطهي. طب انا مش هطبخها غير بعد ساعة ولا اتنين ولا تلاتة، هبدأ ان انا اقطعها
واغسلها الاول عشان انا مش عارفه هو مقطعها ازاي او فيها ميكروبات ايه، واجففها 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 بفوطه كويس جدا، واحطها عندي في بوله او بايركس او في اكياس مثلا للتخزين، واحطها عندي في الفريزر، واطلعها من الفريزر على الحله على طول، ما اطلعهاش اقول اسيبها تفك. طيب الناس اللي بتقولي ازاي هطلعها، مثلا انا لما بطلع اللحمه من الفريزر بحطها عندي بره التلاجة، فبلاقي ان اللحمه نزلت عندي دم كده احمر، وبتخلص طبعا من الدم ده وبغسلها. هقولك ببساطه، هسألك سؤال واحد بس، ايه اللي بتلاحظيه في اللحمه دي بعد ما انت بتطبخيها؟ ايوه، هي الاجابه اللي هتقولي لي عليها. هتقولي بلاحظ ان اللحمه دي بتكون لونها فاتح، وعايزاكوا تجربوها، تجيبوا لحمه كده وتحطوها تفك كده قبل ما تحطوها عندكم في يعني طلعوها من الفريزر وسيبوها تفك بره، وتنزل السائل اللي انتوا بتشوفوه احمر ده، وحطوها في الحله، وجيبوا لحمه على طول طلعوها من الفريزر وحطوها في الحله على طول واطبخوها، او طلعوها من الفريزر على رف التلاجة وسيبوها لما تفك بالراحة ببطيء جدا جدا، وتفضل محتفظة بالسوائل دي داخلها وما ينزلش منها اي سوائل خالص. وشوفي الفرق في المنظر بين قطعة اللحمة دي وقطعة اللحمة دي. هتلاحظي ان قطعة اللحمة اللي انت سبتيها تفك بره التلاجة اولا كده حصل لها عملية، بصوا عايزة اقول لكم ايه، يعني زي ما يقولوا كده ان هي هتفقد كل الحاجات، وهتلاقي لونها ابيض، صح؟ هتلاقي لونها مبيض شويه، مش حمرا الحمار، هتلاقيها بيضه كده. واللحمه التانية هتلاقي لونها احمر شويه، غامق شويه. حد هيقول لي طب ليه كده، ايه الفرق؟ هقول لك الفرق بكل بساطه، ان اللي خرج من اللحمه ده يا ست الكل مش هو دم خالص، لان الدم للاسف بيخرج من العروق ساعه الذبح بس. بعد كده اللي انت بتشوفيه واللي هو لونه احمر واللي انت مفكراه دم، ده مش دم، ده ببساطة شديدة خالص دي كل الفيتامين والمعادن اللي موجودة داخل اللحمة. على فكرة أنا بقول لكم معلومات كده من دماغي، أنا مش مرتبة أتكلم منين ولا معايا ورقة كاتبة فيها ولا أي حاجة، أنا بتكلم دلوقتي كده معاكم على طول، اللي حاضر في ذهني أنا بقوله، لأن في أسئلة كتير جدا ناس سألوها لي وبعتوها لي على الخاص، وأنا بحاول إن أنا أجاوب عليها. فعرفنا كده. طب هل ده ان احنا نطبقه على اللحوم؟ اه طبعا نطبقه على اللحوم. ولازم كمان حاجة مهمة جدا، ان انا لما اجيب اللحمة من الجزار، لو انا جايب كمية من اللحوم، ان انا اقطعها على قد الاستخدام. يعني اجيب الكيس واحط فيه، مثلا انا بستخدم نص كيلو، بستخدم كيلو، بحط فيه على قد الكيلو بس وبحفظه. ولازم ان انا احطه مفروض في الكيس، ما احطوش متكوك فوق بعضه كده، علشان طبعا الحاجة دي بتخلي درجة الحرارة تتوزع كويس جدا داخل عملية التجميد، وبالتالي بتساعد على التجميد الصحيح للحمة دي. طيب نيجي بقى للفراخ. هل برضو الفراخ ممكن ان انا احفظها؟ طبعا، بس الفراخ اللحوم لازم ان احنا نطلعها زي ما قلت لكم. يفضل ان احنا بعد كده طالما غسلناها قبل التجميد وقبل الحفظ ما اغسلهاش بعد كده. لكن الفراخ ممكن اغسلها عادي تاني جدا يعني عادي جدا مفيش مشكلة، بس برضو اخليها تفك بالطريقة الصحية اللي احنا قلنا عليها، نفس طريقة اللحوم، والطريقة دي اعتمديها عندك تماما. طيب نيجي بعد كده بقى للسؤال التاني. انا بتذكر بس الاسئله اللي كانت سألاها لي، واللي عايز يسمع فيديو اكتر ومعلومات اكتر عن الطرق الصحيحه لحفظ اللحوم، هسيبه لكم في صندوق الوصف، هتلاقوه فيديو متكامل عنها والطريقه الصح وازاي نحفظها وايه التغيرات اللي بتحصل فيها. هنتكلم بقى دلوقتي عن الخضار. في برضو سؤال جالي بيقول لي ازاي نحفظ الخضروات الورقيه في التلاجة لمدة طويلة. المعظم بيقول احنا بنشتري الخضار بتاعنا بالاسبوع، وبنلاحظ ان الخضار بتاعنا ده بيفسد على طول. ايه السبب؟ وناس كتير بتقول لي هو الصح ان احنا نجيب الخضار ونشتريه ونغسله كويس جدا ونحفظه كده في اقول لكم اطباق بلاستيك او حاجه واحطهم عندي في التلاجة، ولا ان انا لازم ان انا اسيبهم ما اغسلهمش؟ ناس كتير يقولوا لا، الصح ان انا اجيب الخضار واغسلهم. وكتير جدا من اليوتيوبر كلنا بنشوفهم على النت او على اليوتيوب بيجيبوا الخضار ويقعدوا يغسلوه. طبعا ستات كتير جدا بيسمعوا اليوتيوبر دول وبياخدوهم كمثل كده في حياتهم وبيقلدوهم بمعنى اصح، وتلاقيهم بيجيبوا الخضروات دي وبيغسلوها. وهنشوف دلوقتي هو صح ولا غلط.
قولولي كده بقى في الكومنتات، هو صح ولا غلط ان هم يغسلوها؟ هل نغسلها الاول او من الافضل ان احنا نغسلها قبل الحفظ ولا عند الاستخدام؟ ببساطة شديدة هجاوب عليكم واقول لكم الافضل ان احنا نغسلها قبل الاستخدام على طول، لان الحاجة لو انا غسلتها بعد الاستخدام يعني الافضل ليا ان انا اغسلها قبل ما استخدمها، بس بشرط مش كل حاجة. هقول لكم ازاي دلوقتي. لو انا غسلتها قبل ما استخدمها لازم امسكها واحدة واحدة بفوطة نظيفة واجففها نهائيا من المية، ما اسيبش عليها ولا اي نقطة مية قد كده. خلاص كده، وبعد كده احفظها في التلاجة، او ان انا اسيبها زي ما هي كده واحفظها في التلاجة، وقبل ما انا استخدمها على الاكل مباشرة اغسلها كويس جدا 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 بالمية. تمام كده، تمام كده. دي اول معلومة. طيب المعلومة التانية، ليه احنا بنجيب الخضار وبيفسد معانا وما بيقعدش معانا لفترة طويلة زي الجرجير وخضار المحشي، وبنلاقي ان مادة الكلوروفيل اللي هي مسؤولة عن اللون الاخضر في النباتات او الخضار اللي هو الاخضر ده او الورقات الخضراء دي، لونه بيتحول للون الاصفر. وازاي ان انا احافظ عليه اطول فترة ممكنة؟ هقولك دلوقتي ببساطة شديدة جدا أنا بعملها، وعايزة أقول لكم أنا كنت جايبة جرجير، بس جرجير يعني فريش جاي كده من أرضه، اللي هو مش مرشوش عليه أي مبيدات خالص أو أي حاجة خالص، وقاعد عندي مش عايزة أحلف لكم بقاله قسما بالله حوالي بالظبط 3 أسابيع أو أكتر كمان، داخل على الشهر، ولسه مستخدماه النهاردة آخر شوية فيه، لونهم أخضر أخضر كأنك لسه جايباهم. يعني معنى كده يعني ان انا اجيب الخضار من مكان يكون موثوق فيه، وخضار يكون كويس، وخضار يكون مش متهرمن او مرشوش عليه. تاني حاجة عشان احفظه ويفضل عندي في التلاجة لفترة طويلة جدا، انا بجيب الخضار وبحط معاه اي حاجة ستانلس او اي حاجة معدن، شوكة، معلقة. ودي معلومة اللي سمعها قبل كده من اي حد يكتب لي برضو في الكومنتات، واللي بيعملها برضو يكتب لي في الكومنتات ويقول لي النتيجة معاه ايه بالظبط. انا بجيب الخضار يا جماعة، وكمان بعمل الطريقة دي كمان في الخيار، لان الخيار برضو من الحاجات اللي بتطرى وتلاقيها تاعت كده بسهولة جدا. وبحط معاه معلقة ستانلس كده، وبقفل الكيس عليه كويس جدا، وبحط عندي كيس الخضار ده في باب التلاجة او في رف التلاجة، ما بحطهوش في درج التلاجة خالص. عايزة اقول لكم بيفضل معايا لمدة زي ما قلت لكم دلوقتي، لمدة طويلة جدا من غير ما يتغير لونه ومن غير ما يفسد. تمام كده، تمام كده. طب انا جبت خضروات ورقيه، وليكن مثلا جرجير، لا وليكن مثلا بقدونس، عشان الجرجير انا مش هينفع ان انا اجففه. بقدونس، شبت، كزبره، اللي هي الخضروات بتاعه المحشي او الخضروات الورقيه اللي احنا بنستخدمها في الاكل دي. ازاي ان انا عايزه احفظها لفتره طويله؟ هقول لك طريقتين. عندك طريقه ان انا اجففها، يعني اغسلها كويس جدا جدا واجففها بعيد عن الشمس، يعني بحطها عندي في مكان ظل، وبقلبها كده على صينية او حاجة بفردها، وبسيبها لما تنشف معايا تماما تماما، واجففها وتبقى عندي مجففة، وابدا ان انا احفظها عندي، بتحتفظ بالريحة بتاعتها والنكهة بتاعتها، وبتبقى خطيرة جدا. او ان انا، والطريقة دي ممكن استخدمها كمان في النعناع، وناس كتير بتستخدمها في النعناع. عايزه ارجعها تاني فريش، ودي معلومه ممكن محدش يعرفها او تكونوا ما سمعتهاش قبل كده. ممكن ان انا اجففها في العيدان زي ما هي كده واسيبها عيدان زي ما هي، ولو عايزه ارجعها فريش تاني هطلع العيدان دي كده بعد ما انا حطيتها في علبه او حفظتها عندي في علبه جافه، وهاخد العيدان اللي انا محتاجاها في الاكل وهبدا احطها في الميه لمده مثلا 5 دقايق، هلاقيها ان هي رجعت فريش تماما. بدليل كمان ان انت لما تيجي تستخدمي النعناع المجفف وتحطيه في الشاي، تيجي تطلعي النعناع تلاقيه بقى لونه اخضر، وبقى نعناع عادي جدا وكأنه لسه فريش. خلاص كده. طيب في ايه تاني اتسألتي فيه؟ انا قلت لكم كمان نقدر نستخدم الطريقة دي مع كمان الخيار، طريقة حلوة جدا جدا، وكمان بحطها انا مع الليمون علشان برضو ما يعفنش معايا. الليمون بقى، الليمون طبعا لما تيجي تحفظيه، عايزة تحفظيه لفترة طويلة جدا برضو داخل التلاجة، هقولك على طريقتين حلوة قوي قوي. اول حاجة لازم ان انتوا تحطيه في كيس، ما تحطوهوش عندك في الاواني البلاستيك دي اللي بتحطيها في التلاجة، لازم يكون كيس ويكون محكم الغلق واقفله كويس جدا جدا. طب انا عايزاه يقعد عندي اطول فترة ممكنة في التلاجة من غير ما يفسد معايا او يعمل عفن معايا.
هعمل ايه بالظبط؟ هقولك ممكن تجيبي الليمونه وتلفي كل ليمونه كده في ورقه، او تلفي كل ليمونه في ورق الومنيوم وتحطيها في التلاجة. ده هيساعدك ان هو يفضل فتره طويله من غير ما يتغير. طيب ازاي احفظ بقى الليمون في الفريزر عندي؟ ناس كتير جدا بتقولي ان انا بجيب الليمون واحطه عندي في الفريزر في اكياس زي ما هو كده واطلعه يفك واستخدمه. هقولك طريقة غلط جدا، لان الليمون هيطلع ممرر معاكي وطعمه مش هيكون مستساغ خالص خالص خالص. طيب اعمل ايه؟ هقولك ببساطة هتجيبي العلب بتاعة حفظ بتاعة مكعبات التلج دي اللي احنا بنحط فيها مية ونعمل فيها مكعبات تلج، وتعصري الليمون فيها وتشيلي منه البذور. ودي مهمة جدا لان البذر لو سبناه في الليمون هيمرر معاكي. وابدا ان انا بحطه في عندي في الفريزر لحد لما يتجمد معايا، وبعد كده بحطهم داخل اكياس او داخل برطمانات زجاج او داخل عبوة زجاج كده وبحطها عندي في الفريزر. عايزه اقول لكم بيطلع خطير جدا. وبطلعه بقى استخدم مكعب مكعب كده، وتقدري تتحكمي طبعا في حجم المكعب بتاعك. طيب نيجي برضو للسؤال المهم، ازاي احفظ الطماطم في الفريزر؟ هل ان انا احفظها حبوب زي ما هي على شكل حب كده اخزنها حباية طماطم، ولا ان انا اضربها؟ هقولك الافضل ان انا اطلع احفظ الطماطم دي مضروبة في الخلاط. ولو انا مش عايزة اصلصها اقدر ان انا احفظها بالطريقة اللي انا هسيبها لكم برضو في صندوق الوصف. طريقة ممتازة جدا وكمان هتسهل على ستات كتير، خاصة الستات بقى اللي هي موظفة أو بتشتغل وداخلين على رمضان والناس بتعمل التفريزات بتاعة رمضان. طبعا الحاجات لما بتبقى معمولة فريش بتبقى أحسن، بس إحنا كشعب مثلا مصري أو كستات بيوت معظمنا دلوقتي بقى موظف وبروح شغل وحاجات زي كده، فما عندوش وقت في رمضان إن هو يقعد يعمل كل حاجة، فعايز حاجات تساعده وتكون سريعة. فانا ما انصحش خالص ان انا استخدم الصلصه الجاهزه او الصلصه اللي هي معلبه. دلوقتي بقى احنا اتكلمنا عن الطماطم. ناس كتير تقول لي اشيلها حب كده زي ما هي في الفريزر، ولا ان انا اصلصها اكتر؟ انا بقول لكم طبعا ان اي حاجه بتكون فريش بتكون افضل في كل حاجه، لكن بالنسبه زي ما قلت لكم ان احنا معظمنا موظف وداخلين على رمضان اليوم قصير، فاحنا هنعمل ايه؟ هقول لك انا عن نفسي بعملها بالطريقه اللي هسيبها لك في صندوق الوصف. دي طريقه ممتازه جدا، اولا بتوفر وقت وبتوفر جهد وكمان طريقه صحيه. طب انت مش هتعمليها كده؟ اقول لك ان انت تقدري ان انت تضربيها في الخلاط، بس لازم برضو تديها غلوة على النار، لان الخلاط بتاعنا ممكن يكون في مية، ممكن ينتقل ليه ميكروب واحنا بنضربها من بعد الغسيل كده ومن ايدينا مش عارفة ايه. فلازم نديها غلوة على النار عشان نتأكد ان هي خلصت، يعني ما فيهاش اي ميكروبات خالص، ونحفظها عندك في الفريزر. بس برضو بقولك شوفي طريقتي الممتازة جدا اللي انا ما بغيرهاش من سنين، وجربيها واعتمديها كمان وعن ثقة. طيب بالنسبة بقى لتجفيف الملوخية، عشان نبقى اتكلمنا في كل انواع الخضار، تجفيف الملوخية بتاعتنا ازاي ان احنا نجففها او نحفظها؟ والله التجفيف الملوخية عندي الملوخية الناشفة دي طبعا الطريقة بتاعت المصريين القدماء اجدادنا بيعملوها كده. تقدري ان انت تستخدميها، ودي طريقة سهلة جدا ان انت بتغسلي الملوخية وبتسيبيها برضو لما تنشف تماما، وبعد كده بتاخديها وبتهريها معاكي كده وبتفركيها داخل منخل او داخل غربال او داخل منخل سلك، اي حاجة بتكون كده ناعمة، وبتنخليه كويس جدا وتعمليه باودر كده وتحفظيه عندك في عبوات ازاز وتسيبيه عندك يقعد معاكي لمدة سنتين واكتر كمان، وكمان يقعد بره التلاجة ما يحصلوش اي مشاكل نهائيا. برضو اتسألت عن ايه، واللي عنده اي سؤال برضو يسيبهولي في الكومنتات وانا عينيا ليكم ممكن اجاوبكم عليه واعمل لكم فيديو مخصوص عنه، مفيش مشكلة خالص طالما حاجة هتفيد الجميع. برضو البقوليات يا جماعة، البقوليات بتسوس يا جماعة خاصة في الصيف من درجة الحرارة، فاحنا لازم نحفظها. انا عن نفسي بجيبها، لو هجيبها كميات كبيرة وبحطها عندي كده في الفريزر، بتقعد عندي ما فيش الى امد طويل. بالنسبة للرز انا عملت فيديو قبل كده وقلت ان الرز لازم، الرز اللي هو الني لازم ان انا احفظه مرفوع عن الارض بعيد عن الرطوبة، ويفضل ان هو يكون على الواح خشبية. طيب نيجي برضو بقى لحفظ الاكل داخل التلاجة. يفضل ان اي طعام مطهي احفظه داخل التلاجة ما يزيدش عن 3 ايام بس.
3 ايام بس يا جماعه. محدش يسيب الاكل بالاسبوع داخل التلاجة وبعد كده هياكله، ده غلط جدا، لان احنا عارفين ان في ميكروبات بتنمو، ومش شرط ان احنا نشوفها بعيوننا ويحصل بعد كده تسمم. ربنا يعافينا ويعافيكم. بالنسبة بقى للأكياس أو الحاجات اللي أنا هحفظ فيها الأكل، زي أكياس التخزين أو أكياس التلاجة اللي احنا عارفينها كلنا واللي موجودة في كل بيت، ايه ظروفها وايه نظامها. بصوا يا جماعة، للأسف احنا كان أيام زمان بصراحة يعني معظم الأمراض السرطانية والأورام السرطانية ما كانتش منتشرة بالطريقة الفظيعة الرهيبة اللي منتشرة الأيام دي، وده بسبب إن هم كانوا الناس بيعتمدوا على زي ما قلت لكم التجفيف كوسيلة من وسائل الحفظ، لكن ما كانوش عندهم ثقافة أو فكرة إن هم يحفظوا الأكل في الفريزر. لكن إحنا بعد بقى التثقيف وبعد طبعا العمل والحاجات اللي إحنا عايشين فيها وظروف الدنيا دي، انتشر عملية الحفظ جدا جدا، والناس اللي ما بتحفظش في بيوتها بتروح تشتري من بره. وأنا طبعا لو هقارن الاتنين هفضل إن انتي تحفظي الحاجة في بيتك عشان بدون مواد حافظة. بس طبعا يفضل ان احنا ما نحفظش بكميات كتير، يعني من في ناس كده ما شاء الله، انا بشوف فيديوهات دلوقتي على اليوتيوب بتعمل تفريزات رمضان وتجهيزات رمضان كأنهم داخلين حرب. اه والله بجد، بصوا كأن الناس داخله مجاعة، او كأن الناس يعني خلاص بقى الناس شهر رمضان ده هو للاكل بس. يا جماعة شهر رمضان ده للعبادة، لا العبادة مش اكل. تلاقي الناس عمالة تخزن في كل حاجة وعمالة تجيب حاجات كتير وتفرز، لا يا جماعة مش كده خالص. انا بتكلم في التفريز اللي هو الناس اللي بتفرز عشان بتعمل، علشان بتفرز حاجة الاسبوع، حاجة الشهر، بتجيب طلبات الشهر علشان بتكون منظمة الدنيا ومنظمة الميزانية بتاعتها، لكن ما نخزنش بالطريقة الاوفر. طب نفسي في حاجة اخزنها في غير المواسم بتاعتها، بخزن بقدر المعقول كده. فممكن استخدم اكياس التخزين عادي، بس اهم حاجه تكون مش مكتوب عليها اي حاجه، واهم حاجه الحاجه تكون محطوطه فيها مسطحه كده، يعني مش متكوكه في بعضها، وافردها فيها كده واقفلها كويس جدا علشان الهواء، واخرج منها الهواء واحفظها عندي. مفيش مشكله. ونسمي بالله طبعا قبل ما نتناول اي حاجه او ناكل اي حاجه. برضو زي ما قلت لكم اتكلمت قبل كده وعملت فيديو، بس معظم فيديوهات كانت اتمسحت عن ازايز الحاجه الساعه اللي هي بقى مريندا، اي حاجه ساعه. الازايز دي اصلا احنا لو بصينا على الخامه بتاعتها هي غالبا ما عادوش بيكتبوا عليها، بتبقى اصلا مش يعني لا تستخدم الا لمره واحده بس. فيفضل ان انا ما احفظش فيها ميه ولا احط فيها ميه للشرب. وكمان لو حطيت فيها ميه يعني اضطريت ان انا اجيب فيها ميه لاي سبب من الاسباب، يبقى اجيب فيها ميه واتناولها على طول، ما اسيبهاش فيها يوم واتنين، لان ده هيكون غلط كبير جدا جدا ومضر صحيا. فكفايه بقى، يعني اصل احنا التلوث بالحاجات دي مش هيجي لنا من هنا بس، ده بيجي لنا اصلا من الهواء ومن الحاجات اللي احنا بنستنشقها، ومن الحاجات او التغيرات البيئيه اللي موجوده حوالينا في البيئه. برضو اتكلمت عن حاجة مهمة جدا، كنت هقفل الفيديو قبل ما اتكلم عنها، وهي التوم. هل التوم فايدته بتروح لما بنحطه للأكل، ولا لازم ان انا اخده في صورة نية عشان استفيد بالقيمة الغذائية العظيمة اللي موجودة فيه؟ الإجابة هتصدمكم، هو فعلا لازم ان انا اتناوله في صورة بتكون غير مطهية او غير معرضة للحرارة علشان اقدر استفيد فيه. لكن طبعا التوم في الاكل هيدينا النكهه وهيدينا الريحه بتاعه التوم، لكن معظم الفوائد الصحيه اللي هي مضادات اكسده ومحارب للسرطان دي مش هتبقى موجوده في التوم المطهي. فان احنا ممكن طب نتناوله ني ازاي؟ اتكلمت برضو في الفيديو اللي فات، الناس اللي ما شافتش الفيديوهات اللي فاتت يا ريت تشوفها، مش علشاني والله، لانها كلها معلومات هتفيدكم جدا جدا، فانصحكم ان انتوا تشوفوها. انا قلت ازاي ان احنا نتناوله. ممكن نتناوله في طماطم مخلله، ممكن ناخد منه فص ثوم في الصبح على الريق، ممكن ان انا اضيفه كده على البابا غنوج والحاجات دي من غير ما اعرضه للحراره. طيب برضو جينا لحاجه مهمه قلت لكم عليها في اول الفيديو، ويا ريت اللي كان عارفها يا جماعه يكتب لي كده في الكومنتات ان هو كان عارف المعلومه دي او سمع عنها. المعلومه دي بصراحه انا اعرفها من لما كنت في الكليه بتاعتي. كانت معايا اللي اكبر مني في الاوضه في سنه رابعه تغذيه، وكانت لما نيجي نعمل شاي الاقيها بتسيب الرغوه، وانا شايفه ان دي حاجه وحشه. يعني ازاي مش من الاتيكيت ان انا اقلب الكوبايه واقدمها لحد واسيب فيه. عارفين الرغوه بعد ما اقلب السكر بتيجي رغوه كده على وش
على وش الشاي كده. الرغوة دي عظيمة جدا ومفيدة جدا جدا، وفيها مركب مفيد جدا جدا. المركب ده اسمه الفلافونايد. الفلافونايد ده مسؤول عن امتصاص الزنك ودخوله داخل خلايا الجسم، والزنك ده له دور مهم جدا جدا في عمليات الأكسدة والعمليات الحيوية داخل الجسم. وطبعا كلنا عارفين ان اي حد يبقى عنده نقص في المناعه، ومهم جدا طبعا للمناعه، فاي حد عنده نقص في المناعه بيروحوا يكتبوا له زنك. فبدون الماده دي، الزنك اللي احنا هناخده خارجي من بره هيكون ملوش اي 30 لازمه. طيب الماده دي موجوده فين؟ موجوده في رغوه الشاي اللي انتوا بتشوفوها دي، اللي ما بتعجبكوش اللي بتشيلوها، فاهمني؟ فلازم ان احنا نسيبها. يعني ناس كتير دلوقتي هتضحك على كلامي، لكن دي معلومه انا اول ما عرفتها بصراحه صدمت واستغربت جدا جدا، وكانت بالنسبه لي معلومه جديده ومعلومه اول مره اعرفها. ومن ساعتها وانا بقولها لاي حد بيضحك عليا، بس المعلومه دي حقيقيه يا جماعه. انا كنت اعرف ان هي مفيده بس ما كنتش اعرف التفاصيل، فلما دلوقتي عرفت التفاصيل فاديني بقول لكم التفاصيل علشان تقولوها لكل حبايبكم وتقولوها للناس كلها علشان الكل يستفيد بقلب جامد. طيب الماده دي موجوده فين تاني؟ او هل البتنجان بيسود علشان الحديد اللي فيه؟ دي برضو معلومه خاطئه ومعلومه منتشره بين كل الناس يعتبر، او معظم الناس، علشان برضو ما اكونش بعمم المعلومه. معظم الناس عندهم المعلومه دي. هقول لك طبعا لا، غلط جدا، لان اصلا نسبه الحديد طبعا هي في الخضروات فيها نسبه من الحديد، وكمان الخضروات الورقيه فيها نسبه من الحديد عاليه. لكن طبعا نسبه الحديد من مصدر نباتي معدل امتصاصها في الجسم بيكون ضعيف جدا جدا. فالافضل ان احنا ناخده من مصدر حيواني. طب ايه اللي بيسود البتنجان؟ اللي بيسود البتنجان هي الماده اللي انا بقول لكم عليها دي، اللي هي بتساعد في امتصاص الزنك او دخوله في العمليات الحيويه. فالباذنجان او البتنجان بالمصري من الحاجات اللي فيها الماده دي، او ست مركبات بتوع الفلافونايد ده بنسبه عاليه جدا، بتساعد في منع الاكسده، وبتقوي او بتعزز المناعه، وتخلي الجسم يستفيد من الحديد من الزنك. طيب في معلومه ايه كمان حابه ان انا اقول لكم عنها. بصراحه انا بصوا عشان عملت معاكم الفيديو ده بناء على الأسئلة اللي كنت عايزة أجاوبكم عليها، ما كنتش مرتبة ليه. لكن اللي عنده أي سؤال في أي جزء من حفظ الأكل في التلاجة، أو الطرق المثالية لحفظ الأكل، أو أي سؤال تاني خاص بالغذاء والتغذية، يا ريت يسيبهولي في الكومنتات، وأنا بإذن الله أجاوب عليه. دمتم في حفظ الله، والسلام عليكم.